مباريات المنتخبات في التوقف الدولي. طبعا أول مباراة كان معانا ما بين فرنسا وأذربيجان. منتخب فرنسا يفوز على أذربيجان 3-0. منتخب فرنسا عالمي جدا. طبعا سجل الهدف الأول كيليان مبابي. كيليان مبابي بيسجل هدف وبيصنع هدف. إكيتيكي أيضا عمل أسيست. سيو هرنانديز عمل أسيست. سيو هرنانديز. فطبعا سجل أدريان رابيو ومبابي. كيليان مبابي كان مسجل هدف مارادوني راوغ كده، يحطها في البعيدة كده ارتو. كان هدف عالمي من كيليان مبابي. وبيعمل اسيست برضو في هدف رابيو. يا ادريان رابيو بيسجل الهدف الثاني، والهدف الاول كان مبابي، والهدف الثالث كان سجله برضو لاعب مش عارفه بصراحة، بس سيو هرنانديز عمل اسيست. فالف مبروك للمنتخب الفرنسي، فوز كويس جدا مع ديدي ديشامب. كيليان مبابي افضل لاعب في العالم وافضل مهاجم في العالم، ما شاء الله بيسجل وبيصنع حاجة اسطورية. ده اول مباراة. ثاني مباراة ما بين العراق واندونيسيا. منتخب العراق يفوز على منتخب اندونيسيا 1-0. الف مبروك لمنتخب العراق، يعني ممكن يتأهل، لكن طبعا المباراة الجاية ما بين السعودية والعراق اللي يكسب فيهم يتأهل. اتمنى والله يفوز السعودية. لو المنتخب العراقي خسر هيروح ملحق، بس بإذن الله السعودية تتأهل. لكن ألف مبروك للمنتخب العراقي، فوز مهم جدا على منتخب اندونيسيا، ففوز مهم جدا. دي ثاني مباراة. ثالث مباراة ما بين منتخب اسبانيا وجورجيا. منتخب اسبانيا يفوز على منتخب جورجيا 2-0 في تصفيات كأس العالم الأوروبية. طبعا الهدف الأول يريمي بينو. يريمي بينو بيسجل الهدف الأول، طبعا صناعة روبن لونورما. بيدري بيعمل بري اسيست ما قبل الاسيست يعني في الهدف الأول. الهدف الثاني كان سجله هدف أسطوري، هدف عالمي جدا، مايكل أويرزابال. أويرزابال لازم دايما يتألق مع المنتخب الإسباني ما شاء الله. مايكل أويرزابال مهاجم سوسيداد طبعا سجل هدف أسطوري من فاول، تسديدة كده بالقدم اليسرى كان صاروخ من مايكل أويرزابال. فوز منتخب إسبانيا، فوز منتخب فرنسا، وفوز العراق. ألف مبروك للتلاتة طبعا، وسهلا.